لو تنيت الورقه ديت 51 مره سمكها ممكن يوصل حرفيا للمريخ. الجمله دي انت سمعتها كتير في فيديوهات زي دي، بس هل ده فعلا حقيقي؟ هل فعلا سمك الورقه ممكن يوصل للمسافات المهوله دي؟ في الحقيقه يا صديقي الاجابه هي ولا. الفكره نفسها رياضيا صح جدا. اصل فكر فيها، انت لو جبت الورقه دي وتنيتها بالشكل ده معناها ان سمكها تضاعف. يعني مثلا لو قلنا ان سمك الورقه كان 1 من 10 مللي، دلوقتي بقى 2 من 10 مللي. لو تنيتها كمان مره هيبقى 4 من 10 مللي، وهكذا. كل تانية هتنيها هتضاعف سمك الورقه. لو عايز احسب يعني سمك الورقه بعد عدد معين من التنيات، ببساطه هضربه في 2 اس عدد التنيات. ولو عملنا كده هنلاقي بعد 10 تنيات بس سمك الورقه يوصل ل 10 سم. طب ده ماشي معقول. لكن لو بعد 20 تانية سمك الورقه حرفيا هيعدي ال 100 مللي. والاغرب والاخطر من كده ان هي بعد 30 تانية بس سمك الورق حرفيا هيوصل لاكتر من 100 كيلو متر. واخيرا بعد 51 تانية بالظبط سمك الورقه هيوصل لاكتر من 225 مليون كيلو متر مربع. ولو بحثت هتلاقي ان متوسط المسافه بين الارض والمريخ هو الرقم ده. وده معناه بقى انك لو قدرت تتني الورقه 51 مره ممكن توصل بها للمريخ عادي، ولكن ده اساسا مستحيل تقدر تعمل ده، لان انت كل ما بتتني الورقه مره الثانيه اللي بعدها بتكون اصعب. فده من الاخر نظريه وحسابات على ورق بس. وبس كده، افتكر دايما انك تستحق الافضل.